الفيديو ده مختلف شوية عن بقية الفيديوهات اللي أنا بقدمها أو المحتوى اللي أنا بقدمه. الفيديو ده هقولك المعاناة اللي بيمر بيها الكباتن في المطاعم ونوعية الزباين اللي بتخش المطاعم. أول نوع من أنواع الزباين الحبيبة، تبص تلاقيه واخد الحتة بتاعته كده وداخل بيها عليه، يحسسك بقى إن هو جان في نفسه كده وعايز بقى يفرد نفسه قدام الحتة اللي معاه. تستقبله أنت بقى يا معلم ككابتن، مساء الخير، مساء النور، الحمد لله على السلامة، الله يسلمك، تحب حضرتك تطلب ايه يا فندم؟ طب ممكن لحظة واحدة بس اشوف الآنسة هتطلب ايه؟ فتديله المنيو انت بقى يا معلم وتخلع تشوف وراك ايه، وبعد كده ترجع له بعد دقيقتين. لا اصل لسه ما اخترناش، ممكن شوية كده. هي اللي بتكلمك بقى مش هو اللي بيكلمك. لا لسه ما اخترناش، ممكن شوية كده. وبعد كده حضرتك ترجع لنا تاني. تمام يا فندم تحت امر حضرتك. وبعد كده تروح تشوف انت بتعمل ايه وترجع لهم تاني. ترجع لهم تاني بعد ربع ساعة مثلا. ده احنا نسينا صحيح. تبص تلاقيهم بقى الربع ساعة دول هما نسيوا أصلا في منيو قدامهم، ونسيوا أصلا إن في أوردرات ممكن يطلبوها. ترجع بعد 10 دقايق. ولا بعد ربع ساعة. معلش أنت نسيت، إحنا نسينا ولا إيه؟ هتطلب إيه يا محمد؟ مش عارف والله يا ابتسام هطلب إيه. طب ممكن واحد ليمون. خدت الأوردر منيو مع معلم، وربع ساعة ترجع لهم بالأوردر تحس إن أنت مرارة جدودك اتفقعت. ترجع انت بقى يا معلم ككابتن تنزل الاوردر على الترابيزات. لو سمحت هو الاوردر اتاخر كده ليه؟ وهم اصلا لاطعينك جنبهم نص ساعه عشان بس يفكروا يشوفوا هم يطلبوا ايه. نزل بقى يا معلم الاوردر لابتسام او محمد فياكلوا. سبحان الله يا اخي، ابتسام ومحمد قاعدين عصافير قدامك مش سامع لهم اي صوت. تيجي بقى تشوف ابتسام دي وهي جايه مع اصحابها الشله الخمس ست بنات، تبص تلاقي في الاول ابتسام داخله لك لوحدها، وبعد كده هيام بعديها ازيك عامله ايه احضان، بعد كده تبص تلاقي بقيه الشله جت. اول ما بقيه الشله جت تبص تلاقي ابتسام العصفوره اللي كانت بتحب في محمد اول امبارح بقت تنين مجنح قعدلك في قلب الكافيه. ضحك بقى معلم وهزار وصوت عالي. لا مش صوت عالي طبيعي، ده صوت عالي ممكن الضحكه مش تسمع المكان كله اللي انت فيه، لا ده الضحكه معلم ممكن تسمع المنطقه كلها. هيام العصفوره اللي كانت بتحب في محمد اول امبارح دي نوعيه يا معلم من الزباين. تعال بقى خش على النوعيه التانيه. النوعيه التانيه بتبص تلاقي بنتين داخلين قاعدين مع بعض، هوب طلبوا ايه، وبعد ما يطلبوا تبص تلاقيهم مستنيين اتنين جايين. انت ككابتن بقى تروح تشوف الاتنين اللي جايين دول جداد هيطلبوا ايه. فتخش عليهم. مساء الخير يا فندم. مساء النور. حضرتك تحب تطلب حاجة؟ ممكن شوية كده. ده يا معلم تعرف كده من اولها ان هو جاي يضيع وقت، عامل مشكله مع اهله في البيت، خانق اخوه، ضارب ابوه، عامل اي مصيبه في النور قطع عنده في البيت، فجاي يقضي عندك وقت وهو اصلا مفيش في جيبه 3 جنيه فكه. فبعد ما يقول لك بقى ممكن شويه كده، فانت تسيبه ككابتن وتروح وترجع له تاني. مساء الخير يا فندم، حضرتك تحب تطلب حاجه؟ لا والله انا ماشي، انا ماشي دلوقتي انا ماشي. طب تمام يا فندم، شرفتني يا فندم، شرفتنا والله يا فندم. فتبتدي بقى ايه انت تخلع وتراقبه تشوف هيمشي ولا لا. بعد كده يا معلم يبدأ يسحب نفسه واحدة واحدة زي الشطور ويقوم ياخد بعضه ويخلع. ده نوع بقى معلم من الزباين. خش على النوع اللي بعديه. النوع اللي بعديه تبص تلاقي داخل عليك ماسورة بنات ضربت، خمس ست بنات، سبع بنات، تمن بنات. مساء الخير يا فندم، مساء النور. تبص تلاقي كل واحدة بتطلب منك الاوردر بتاعها. وهنا بقى يا معلم انت مش محتاج نوتة، انت محتاج جريدة عشان تكتب فيها فيها الاوردرات بتاعت الجمرة ده كله. ويسفني اقول لك يا معلم انت ككابتن لازم في الوضع ده لما يجي لك 8 بنات دول لازم تركب اجنحة وتطير. ايوه لازم تطير. ليه بقى يا معلم لازم تطير؟ لان انت ما ينفعش تراضي ميرنا وتزعل سلوى، ما ينفعش تزعل سلوى وتراضي ميرنا، ما ينفعش تزعل ميرنا وسلوى وهيام وتراضي البتنجانة وعلانة وتلتانة. ومن هنا بقى يا معلم لازم يبقى معاك عصاية سحرية. طلبوا الاوردرات، خلصوا اكل، خلصوا شرب، يلا بقى عشان عايزين نمشي. لو سمحت من فضلك ممكن الشيك لو سمحت. طبعا طبعا يا فندم تحت امر حضرتك، انا جاي حالا اهو. تقوم جايب لها الشيك. تقعد 9 سنين عبال ما يدولك الشيك، وبتشوف ساعتها ادق عملية حسابية بتتم على الترابيزة. تبص تلاقي كل واحدة متجمعة من صاحبتها. هيام هاتي 100 جنيه. ابتسام هاتي 200 جنيه. يا محمد، يا محمد، ايه ده؟ لا ده مش معانا. يا خديجة اديني 200 جنيه. يا سيد هات 200 جنيه. عشان تجمع لك الشيك. وفي الاخر انت ممكن تقعد جنبها ربع ساعة او تروح تعمل حاجة او تروح ممكن تنام شوية لو ما عندكش ترابيزة غيرها، وممكن ترجع لهم بعد نص ساعة حضرتك. وبعد بقى ما ترجع بعد نص ساعة تبص تلاقيهم مديلك الشيك ناقص 10 جنيه، ناقص 5 جنيه، ناقص 20 جنيه.
يا فندم مساء الخير يا فندم، الشيك ناقص 20 جنيه. تمام تمام، انا اسفه، انا اسفه. تبص تلاقي التنين المجنح اللي كانت بتصوت من شويه وهي عماله تضحك، تبص تلاقيها اتقلبت عصفوره تاني. ازاي انت ما تفهمش؟ تديك يا معلم اللي ناقص من الشيك وتاخد الشيك وتهرب، وبعديها يا معلم تتشاهد ان انت خلصت حساب الترابيزه دي. نيجي بقى للزبون اللي بعد كده، العرسان الجداد. يخشوا عليك، صباح الخير، صباح النور، لسه عريس جديد بقى لازم تهتم بيه. ده بقى يا معلم عايز اهتمام في بداية الجواز، مش اهتمام من مراته بس، لا ده اهتمام منك انت كمان ككابتن. اقلب له ساحر. ده بقى يا معلم لازم تتعامل معاه كأنه نازل في فندق 5 نجوم. ليه بقى يا معلم؟ عرسان جداد بقى لازم تعيشهم اللحظة. دول بقى يا معلم لازم تلتزم معاهم بأعلى درجات ضبط النفس، صبر وطقطان مفيش منه. ده نوع من الزباين. في زباين تانية بقى، شلة الشباب بقى، مفهومش بنات، شلة شباب مع بعض، 5 6 شباب يخشوا لك. مساء الخير، مساء النور، من فضلك ممكن منيو؟ تمام ماشي يا فندم، ممكن حضرتك تديني شاي بس؟ تمام. رحت جبت له المنيو ورجعت. مساء الخير يا شباب، مساء الفل. تخش تحط عليه المنيو. لو سمحت عايز كذا، تمام. لو سمحت عايز كذا، تمام. راجع معاه الاوردر اللي هو 5 6 حاجات. تمام. دول بقى معلم تتعامل معاهم ازاي؟ مش اول ما تاخد الاوردر تروح تضربه، لا اتقل شويه، لانه وارد جدا وطبيعي هيرجع في كلامه. يعني مثلا ممكن يكون طالب قهوه مظبوط، تبص تلاقيه بيقول لك انا عايز اورنج فريش او ميلك تشيك او كارميل فرابيه مثلا. ساعتها بقى تبص تلاقيه عامل زي الحامل الوديع. لو سمحت من فضلك ممكن بس نغير القهوه ونحط كراميل فرابيه مكانها، انا عايز كراميل فرابيه. تمام يا فندم، مفيش مشكله يا فندم. هم دول بقى يا معلم انواع الزباين. فتحيه لكل كابتن لسه بكامل عقله او حتى لسه عايش. فانت بقى يا معلم ككابتن مالكش دعوه باللي انا قلته، الجست دايما على حق. سلام.